اوعى تسيب وظيفتك وشغلك لو بتفكر انك تعمل بيزنس او تعمل مشروع خاص بيك قبل ما تسمع النقط دي. اول نقطه واهم نقطه ان انت تعمل البيزنس الخاص بيك بالتوازي مع شغلك. يعني انت شغال في الشغل بتاعك عادي جدا وبتبدا ان انت تفتح المشروع بتاعك وانت في مكانك عادي لاسباب كتير. اول حاجه في الشغل ده بتتعلم الخبرات اللي تفيدك في البيزنس بتاعك. في البدايه 6 شهور انت عامل حسابك انك بتخسر فيهم بس، ففي الفتره دي هيكون الشغل بتاعك او مرتبك من الوظيفه بتاعتك هي اللي بتصرف على البيزنس بتاعك. قبل ما تفكر ان انت تفتح البيزنس بتاعك فاعمل لنفسك زي مدخرات كده تكفيك ال6 شهور او تغطي الخسائر المتوقعه في ال6 شهور دول. اي راس مال معاك انت تقدر تعمل بيه مشروع حتى لو كان تافه من وجهه نظرك. لازم تبدا صغير دايما، حتى لو معاك مبلغ كبير دايما ابدا بحاجه بسيطه. حاجه لو خسرتها فانت مش هتفرق معاك في حاجه. ربنا كرمك وعملت كل اللي فات ده وفتحت المشروع بتاعك، هنا بقى انت لازم تشتغل فيه زي ما كنت بتشتغل في شغلك واكتر. انت بتبقى مدير نفسك ورئيس نفسك، فلازم تديله اهميه اكبر بكتير من الشغل عند الناس.